الوطن يستحق يعني رغم التعب انك تتعب لاجله، وتفرح من فرحه وتحزن من حزنه. عشان كذا جلست ان شاء الله نطلع بنتيجة تليق يعني بذوقكم وتنال على اعجابكم. انتظر النتائج. هلا ولد ابوي. هلا، أسعد الله مساكم كل خير. اليوم العصر تحديدا تأكدت فعلا من مقولة أنه تغيير النفسية أو النفسية بشكل عام تاخذ دور وجزء كبير من العافية. يعني تبغى تتعافى لما تكون نفسيتك كويسة وتشتغل على نفسيتك، تسعى أنها تكون جميلة جدا ومتفائلة، تلقاك ناسي ثلاث أرباع التعب. والحمد لله اللي فينا أنا ما أسميه تعب، وعكة صحية بسيطة إن شاء الله وفترة وتبتعدي. لما نشوف تعب غيرنا ومصايب غيرنا وأمراض غيرنا تهون علينا مصيبتنا ويهون علينا تعب، فأنا ما أسمي تعب يا ربك الحمد، وراضي بقضاء الله وقدره. لكن فعليا النفسية إذا حاولت أنك تغيرها أو حاولت أنك يعني تبعث فيها وتبث فيها الطاقة الإيجابية، صدقني جزء كبير من التعب اللي أنت فيه راح يروح، ما راح تحس بالتعب اللي أنت فيه. اللي أبي أوصله أنا من الكلام هذا أو ليش قلت الكلام هذا، للأمانة أنا قاعد أغير على نفسي بالكلام هذا اللي أنا أقوله لكم أنتم. أنا وأنا أتكلم أحس إني قاعد أغير نفسية نفسي. بما إني جربت الشيء هذا، هو شيء بسيط، وش جلسة تصوير وجنبي بالمجلس اللي جنبي، يعني ما هو بشيء واو. فعليا تغيرت النفسية يا ربك. فاللي أبي أوصله من الكلام هذا، إذا عندك مريض في البيت أو قريب أو صديق أو أي شخص ممكن، أو حتى من الناس المارة تشوفهم بالشارع بالكافي بالمطعم، لما تقول له كلمة حلوة، لما تعطيه شيء حلو، لما تضحكه، صدقني الشيء هذا ترى يعني له الكثير. ممكن أنه أنت تعتبره شيء عادي جدا، بس وقعه على نفس الشخص التعبان هذا أو اللي فيه مشكلة وقع كبير جدا. فاللي بيوصله قد ما تقدرون، الناس اللي يعنون لكم أو العابرين في حياتكم تعبانين فيهم مشكلة يعانون من أي شيء من مشاكل الحياة، حاول أنك تغير نفسيته، تسعده لو بالقليل لو بالبسيط. صدقني بتعني له شيء دائما